السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل كيكة سهلة وبسيطة. تحضيرها سهل، مفيش فيه اي حاجة صعبة. هنا جبت شفشق الخراط، حطيت فيه 3/4 كوباية زيت، وحطيت عليها كوباية لبن وبيضتين. تمام، و3/4 كوباية سكر. هنزل برشة فانيليا، وعليها كيس فروتي برتقان. بيديها طعم جميل قوي يا جماعة، هتحبوه. وطبعا حطيت رشة خل. المهم، وضربت المكونات دي كويس قوي في الخلاط، وبعد كده عندي كوبايتين دقيق هنزل عليهم بكيس بيكنج باودر. تمام، دي المكونات الجافة. هنزل بقى واحدة واحدة كده، وهبتدي ان انا اقلب واحدة واحدة كده لحد ايه، ما الخليط كله ايه يتجانس ويخش في بعضه يعني. المهم ايه، هفضل طبعا اقلب كده لحد ايه ما الخليط معايا يتظبط. طبعا ما فيش احلى من ايه، من ايام زمان. ونرجع بقى انا لو ما ضربتش الكيكه بايدي يا جماعه، والله ما احسش ان انا ايه، ان هي مظبوطه وحلوه كده معايا. بس طبعا الطريقه دي ايام بقى امي وامهاتنا بقى، وايام زمان ما كانوش بيعملوا الكيكه الا بالطريقه ديت، واحنا اتعودنا ان احنا نعملها ايه زيهم. شايفين كده القوام بتاعها. جميلة، ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة. طبعا دي صينية أنا دهنها زيت وعليها رشة دقيق. وهنزل بقى بالخليط اللي أنا عملته ده كله، وايه، وهسويه كده في الصينيه. وطبعا كنت انا مشغله الفرن قبل ما ابدا في اي حاجه خالص من بدري، وسبته يسخن. هنا بقى كانت الكيكه طلعت، شايفين، جميله وهشه وطريه. وكان بصراحه طعمها تحفه. ما تنسوش تعملوا